عميلنا العزيز، برجاء العلم أنه بدء من يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 سيتم إيقاف المعاملات بالعملات الأجنبية عند استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدرة على حساباتكم بالجنيه المصري، وسوف يقتصر استخدام بطاقة الخصم المباشر على المعاملات بعملة الجنيه المصري، وذلك داخل جمهورية مصر العربية فقط. امبارح كلنا صحينا على مسجات زي ديت من البنوك اللي احنا مشتركين فيها. معظم البنوك في مصر تقريبا عملت الحركة ديت، وهيلحق بيها باقي البنوك لان دوت قرار من البنك المركزي. طيب الموضوع ده بس مش هيأثر بشغلنا بشكل قوي جدا، هو هيأثر على حاجات كتير في حياتنا احنا ما كناش حاسين ان هي مرتبطة ارتباط كامل بالدفع بالدولار. يعني مثلا لو انت مسافر مش هتقدر تحجز تيكت الطياره، اشتراك نتفليكس مش هتعرف تدفعه، حاجات كتير قوي. وبالنسبه لشغلنا احنا مش هنعرف نعمل اعلانات، ودوت هو مصدر الشغل بتاعنا. مش هنعرف ان احنا نشتري البرامج بتاعتنا اللي احنا مشتركين فيها زي ادوبي، زي دافينشي، زي اي حاجه احنا مشتركين فيها بتنفع الشغل بتاعنا وبتنفع العميل. مش هنعرف نعمل كده زي الميك اب ارتست المشتركين في برامج زي الفيس اب او غيره. كل الحاجات ديت مش هينفع نعملها من الفيزا بتاعتنا، ولا حتى فودافون كاش ولا الكلام ده زي ما كنا بنعمل بعد كده. عندي شوية حلول ممكن نعملها عشان نحاول ان احنا نعدي المرحلة ديت، او ان احنا نحط نفسنا في السيف سايد. طبعا هي الحلول ديت هي هتنفع، بس هي برضو مؤذية لينا في الاخر. بس في الاول وفي الاخر احنا بنقول يعني على رأي مثلا يعني نص العمى ولا العمى كله. قبل ما اتكلم في الحلول، بس لو حد عنده فكرة ليه قرار زي دوت يتعمل، واحنا اصلا اي حاجة بنعملها بيتاخد حاجة اسمها 10% تدبير عملة. يعني احنا لو بندفع حاجة $100 فبيتاخد $110، ده فرق العملة عشان العملة مش متاحة. احنا طبعا مقدرين ان في ظروف في البلد وكل حاجة، واحنا ما عندناش مشكلة في القرارات ديت، بس ان احنا نقف او نوقف حاجة كاملة في الشغل هي ديت اللي بيكون عليها علامة استفهام شوية. فلو حد فاهم ليه قرار زي دوت معمول، او قرار زي دوت ممكن يخدم البلد في ايه، فاحنا طبعا تحت امر البلد. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. اول حل، وده شخصيا هو الحل اللي انا اتجهت له في الاول، ان انت تعمل حساب بالدولار. تروح اي بنك من البنوك اللي بتطلع كروت او بتعمل حسابات بالدولار وتبتدي تفتح فيه حساب. هيكون في رسوم ان انت مثلا في بنك زي اللي انا اشتركت فيه بتعمل $1000 في الاول عشان تفتح الحساب، في بنوك $500 وهكذا. الحل دوت كويس جدا من حيث ان انت مش هتبتدي تدفع 10% اللي هم بتوع تدبير العملة اللي كنا بندفعهم قبل كده لو احنا بنشتري حاجة اونلاين او بنعمل اعلانات. بس برضو في مشكلتين. اول مشكلة ان انت هتضطر لو انت مش معاك دولار تبتدي تشتري دولار، والدولار مش هيكون متوفر غير سوق سودا، وطبعا هتشتريه بسعر اعلى من اللي انت هتحطه في البنك. رقم 2، البنك ممكن يسألك اصلا انت جايب الفلوس دي منين، يعني انت الفلوس دي جايه منين وهتروح فين. وهنا بتبدأ تخش في قصص مختلفة. لو انت مثلا حد ما عندكش بطاقة ضريبية وسجل تجاري، وحتى لو عندك هتبتدي ان انت تضيف حاجات زيادة. انت اصلا مضطر ان انت تعمل كده، مش من شغلك الاساسي ان انت تكون بتتعامل بالدولار. لو عرفت تعدي المشكلتين اللي انا قلتهم دولت، الموضوع بالنسبه لك هيكون الحل ده مناسب قوي، لان خلاص انت بقى عندك حساب دولاري فتقدر ان انت تشتري بيه، تستقبل عليه، تحول منه، تعمل اللي انت عايزه، والموضوع مش هيكون فيه مشكله. لو انت مش قادر تعمل كده، في الحل التاني بتاع فيزا المشتريات. انت لو مثلا موظف تقدر ان انت تروح تعمل فيزا مشتريات بمرتب بتاعك. بتجيب مثلا مفردات مرتب وتروح البنك، فبيعمل لك مثلا مفردات مرتب بتاعك، بيعمل لك مثلا فيزة المشتريات ضعفين او 3 اضعاف او 4 اضعاف المرتب اللي انت جايبه في مفردات المرتب. يعني مثلا لو انت بتقبض 10000 جنيه بيبتدي يعمل لك مثلا 40000 جنيه وهكذا. ولحد دلوقتي فيزة المشتريات تقدر ان انت تشتري بيها او تعمل بيها، ما نزلش عليها من الاخر قانون بيحد من التعاملات. لو انت مش موظف لازم ترجع لحد بقى من اهلك او حد موجود موظف يبتدي هو يعمل حاجه زي كده، وانت تبتدي تاخد الفيزا عشان شغلك يمشي بالشكل ده. الحل الثالث ان انت تعمل وديعه. لو انت عملت وديعه بمبلغ معين بتقدر تاخد فيزا مشتريات ان انت بحوالي 90% من المبلغ بتاعك دوت، وتقدر تتعامل بيها بالظبط زي ما عملتها بالمرتب، تقدر تتعامل بيها بالوديعه. الوديعه بيطلع عليها ارباح. مش قصتنا اذا كانت حلال او حرام، انت شايفها حرام اتبرع بالفلوس، شايفها حلال دي قصتك انت. انا بس بقول عشان انا ببقى شايف ان الارباح بتاعت الوديعه ديت مش احسن حاجه، والموضوع ما دام فيه شبهه بنتجنبه خالص. في حل اخير للناس اللي عندها بيزنس كبير او عندها شركاتها بتتعامل طول الوقت، هي معتمده على الموضوع ده
اجراءات اعتماد كلي ان انت تفتح حساب الكتروني بره مصر. في الامارات، في السعوديه، تقدر ان انت تفتح حساب الكتروني في اكتر من بنك، والحساب الالكتروني دوت تقدر تعمل فيه ايداع او تسحب منه، بيكون معاك الفيزا بتاعته، تقدر ان انت تعمل منه اي عمليه شراء، والموضوع بيكون بالنسبه لك سهل. لو عايزين ان احنا نتكلم على القصه الاخيره دي بالتفصيل، ممكن تعمل انهي بنك والخطوات بتاعته ممكن تكون عامله ازاي، ممكن تكتبوا لي في الكومنتات وهقول لكم على كل البروسيس والخطوات اللي احنا ممكن نمشي عليها. شكرا لكم جدا، السلام عليكم.